بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم. تكملة لفيديو كيفية شطف 45، ووريتها لحضراتكم بعد ما اتشطبت. ده الشكل النهائي بتاعها. الجنب ده الواقف ده واخد 45 برضو. ده المطبخ، الحلة السمارت. بس كنت مركز ان انا اصور الرخامة، بس كان عليها حاجات لان كان ظرف وكان وقت ضيق وكده. الحلة دي السباك لزقها، هو اللي لزقها علشان هو كان محتاج انها تكون مش ملزوقة علشان يعرف يركب الخلاط والليات والحاجات دي. ال45 زي ما حضراتكم شايفين مفيهاش اي ديفوهات، مفيش اي حاجة مستخبية. الحرف واضح ان هو مخدوم، واخد سكوتشات ما شاء الله. البلت ان ما شاء الله زي الفل، ربنا يبارك. اللحام، اللمعة، ده كله بنركز عليه واحنا بنستلم الحاجة بتاعتنا. زي ما حضراتكم شايفين اللمعة تتكلم عن نفسها. اللي انا هنا كنت مركز عليه اكتر حاجة هي ال45، لان هو ده موضوع الفيديو. ال45 هي بصراحة بتغني عن شغل كتير. اللمعة بتبقى مقلوبة الناحية التانية ولها تخانات من تحت متقوية. انت بتختار خامة عالية بتلاقي شغل بتفرح بيه بعد كده، مفيش اي منه اي عيوب. واكتر حاجة بقولها على طول ان احنا ما نختارش اللون على حساب الخامة. زي يلا دلوقتي بينا. الاسود قطعت الجلاكسي ده 90 في خامة 10. ولون وكل حاجة. قطعت 90 في 10. بصراحة دي افضل قد رخامة ايه بقى؟ بحبها. بس اللي جاي ان شاء الله ايه، طيب. خامات انا معترض عليها. يعني في خامات انا في خامة انا يعني مش بفضلها، لونها ابيض. بس انا قلت رأيي وخلاص. في الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله هنشتغل كوارتز ايطالي، وربنا ييسر الحال وكل واحد يعمل اللي يريح. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.